ليه بنعمل في نفسنا كده؟ الفراخ رخصت. فرخه سوري ب 500 جنيه. انا مش هتكلم. لو عملنا مقارنه بين مطعم سوري صاحبه سوري بيعمل فراخ شوايه سوري، ومطعم تاني سوري بس صاحبه مصري بيعمل فراخ شوايه سوري، هل هيبقى في فرق؟ هل صاحب المطعم السوري طالما هو سوري فالطعم هيبقى مختلف عن اللي صاحبه مصري؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. فمعانا المطعم السوري هو روستو، اشهر من نار على العالم. معانا المطعم السوري اللي صاحبه مصري هو شيف الشام، اشهر من نار على العالم. فيلا بينا نعمل مقارنه بين ده وده. هقول لك السعر، هشوف الطعم، هشوف الكميات، هشوف الحجم، هنشوف المكونات اللي معاها اساسا. وبفكر اعمل حاجه بس مش عارف هنعملها ولا لا، فانتوا قولوا لي يعني نعملها ولا لا في الكومنت. ان انا ما اعرفش ده الشكل عامل ازاي وده الشكل عامل ازاي، المصور يجيبهم لي وهم مفتوحين واجرب من غير ما اعرف ان ده السوري ولا ده روستو ولا ده شيف الشام، بحيث ان يعني التجربه تبقى ايه فيها شفافيه. فهنطلع دلوقتي السوري وهنشيل شيف الشام، هقول لك ده سعره كام وده سعره كام. انا اتصدمت من الاسعار يا جدعان، الفراخ اسعارها رخصت. ليه اسعار الفراخ غليت عندكم؟ دي حاجه من الحاجات اللي مجنناني. والله هنشوف بقى. يعني ده عامل عروض، انا استغربت ان ده عامل عروض حلوه. ده فرق بينه وبين ده 120 جنيه في الفرخه، 120 جنيه في انت متخيل يا مصور؟ والله العظيم 120 جنيه ليه يا جدعان؟ الفراخ بقت ب 65 جنيه و70 جنيه، ففرخه 2 كيلو ب 140 جنيه. هتكسب كام؟ 100%؟ ما توصلش ان هقول لك سعرها دلوقتي. فنبدا اول واحد بروستو. المخلل توميه سبايسي وتوميه عادي، عيش، والوجبه النص فرخ. وجبه نص فرخه بكام بقى يا معلم؟ انا اتصدمت من السعر، 240 جنيه، اللي هي الفرخه كامله ب 480 جنيه. تعال نفتح مع بعض ونشوف، ولا انت اللي هتفتح وتدينا يا مصور حاجه؟ لا يفتح بقى اهل ثقه. والله يعني هي التجربه بكل شفافيه، عايز اشوف اللي صاحبه مصري هيكسب ولا اللي صاحبه سوري هيكسب. بسم الله. واو، روستو نص فرخه رز، بس كانوا بيعملوا رز بسمتي قبل كده بتهيألي صح؟ بصوا الشكل. دي وجبه روستو اللي ب 240 جنيه. فنركن على جنب ونشوف شيف الشام وجبته عامله ازاي. تاني واحد معانا شيف الشام، الوجبه عنده بكام؟ 180 جنيه، نص فرخه ب 100، بسلطاتها ببابا غنوجها بحاجاتها ب 180 جنيه. فانا قلت له بصراحه زود لي صوص اللي هو بيتحط على الفراخ فزوده له، والمخلل توميه سبايسي توميه عادي، والوجبه ودافعين اهو. احنا في الاثنين دافعين يا مصور، عشان الناس تقول لك ما ندفعش او دافعين. طالما مقارنه ادفع، والله دافع هنا ودافع هنا. ايه ده؟ الوجبه هنا تقيله 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 يعني. تصدقي بقى انا هعمل حاجه؟ خد دي، انا هوزن الفراخ عشان واحد ما يقول لك دي كبيره ودي صغيره. انا هوزن الفراخ ويا ريت المصور يساعدنا ويخش يجيب لنا الميزان، بس بعد اما نفتح الوجبه دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه كبيره تقيله متقله الدنيا، انا ما اعرفش ايه. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. واو، استنى الجناح لزق، جناح لزق. ايه ده؟ ما هذا الفرق الرهيب؟ هنا رز بسمتي، انا متعود ان المطاعم السوري بتعمل رز بسمتي، ده اللي انا عارفه. بطاطس، حجم الفرخه باين عندك يا مصور. ايه ده؟ بص هنا رستو. طب ليه الفرق بقى ده؟ نوزن نوزن، انا احب الوزن قوي. نوزن يا مصور، نوزن ثانيه. يعني من وجهه نظركم المتواضعه ومن وجهه نظري المتواضعه، انتوا شايفين ايه؟ يعني انتوا شايفين لو الوجبتين كده قدامكم، ادي دي اهي واهي، لو الاتنين قدامكم تختاروا ايه؟ اميل كمان عشان تشوفوا، لو الوجبتين قدامكم تختاروا ايه؟ دي ولا دي؟ بصوا حجم الفراخ اساسا. وانا هنا قلت له حط لي صوص فهو حاطط صوص، وهنا قلت له حط صوص بس راجل محترم فزود لي صوص في علبه. فانا
يعني لحد دلوقتي انا مبسوط. هنشوف دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي. الميزان يا مصور. المصور جاب لنا الميزان، فبقول له هو ماله متبهدل كده ليه يا مصور؟ قال لي يا عم ننزل نجيب ميزان جديد. فالراجل وعدني وبيوعدني قدامكم ان هو هيجيب لي ميزان جديد. ما حصلش. الحمد لله. فاحنا دلوقتي هنوزن ايه الاول؟ نوزن روستو، بعد كده نوزن شيف الشام. نجرب الرز. الرز بيتاكل بالشوكه. حلو قوي بتاع روستو. الصوص اللي هو حاطه على الفراخ نزلت على الرز، فالرز شرب من الصوص بتاع الفراخ، طعم حلو. تعالى بقى نخش على شيف الشام. شيف الشام حاطط لك تحت الفراخ عيش، تمام. بعد كده حاطط لك الرز، رز بسمتي، ده اللي انا متعود عليه من المطاعم السوري. انا استغربت ان يعني روستو عامل له رز مصري. فيعني انا مش بعيب على الرز المصري، بس هو انت مطعم سوري فرز بسمتي ده اللي انا عارفه. فهنجرب هنا الرز اهو برضو بالشوكه ونقول بسم الله. الرز هنا حلو، يعني يعتبر الصوص ما نزلش عليه لان الرغيف حامي الصوص ان هو ينزل، لكن طعم الرز متبل تتبيله حلوه. وبعدين رز بسمتي، فانا اميل للبسمتي اكتر. انت تحب ايه يا مصور، بسمتي ولا العادي؟ لا، مع الفراخ الشوايه او الفراخ المشويه عموما انا بحب اكل رز بسمتي. صح. خش عليا يا مصور، ركز، استني عشان ما نلعبش. اهدى اهدى يا ميزان، احنا محتاجين ميزان جديد فعلا. جدعان الميزان نفسه عمال يلعب بيديني ماينس، فواضح ان الميزان فيه مشكله، فانا مش هوزن عشان ما يبقاش حرام عليا وما اظلمش حد. فاحنا مش هنوزن. عندك مشكله يا مصور؟ لا مش لا هوزن. اتفضل بقى الطبق لحد ما نجيب واحد تاني. اهو، اتفضل ميزانك. حانت لحظه ان احنا هنجرب فراخ. انا طولت الموضوع بس انا بحب الفراخ المشويه. يعني انا دلوقتي يعني في اسعد لحظات حياتي. احنا هنجرب الصدر، وللاسف للاسف هشيل الجلد. قبل كده كنت بعشق حاجه اسمها جلد، كنت اقول بصوا الجلد، الناس بس الاكيله هم اللي بيحبوا الجلد بتاع الفراخ الشوايه. بس انا عملت الفتره اللي فاتت تحاليل كتير جدا، طلع عندي كوليسترول عالي جدا جدا جدا. الدكتور قال لي بقول لك ايه، بص كوليسترول مش هديك دواء، ظبط اكلك، وش امنع جلود، امنع دهون، نشويات. فللاسف مش هناكل جلد للاسف. فالمصور عارف انا قد ايه دلوقتي بتألم، بس الصحه اغلى حاجه يعني. ربنا يديكوا الصحه ويشفيني. فيلا بينا نجرب روستو. انت بتعمل سبسكرايب دايله. فكرتني، اصل انا مش متعود. انت شكلك ما عملتش ولا سبسكرايب ولا لايك ولا كومنت. ارزع لك واحد كومنت كده جامد رايق، قول لي يا شيف حسام انت عالمي، واختار او المقارنه الجايه، قول لي انت هتروح المطعم سوري صاحبه سوري ولا مطعم مصري صاحبه مصري، يعني في اللي انت شفته لحد دلوقتي. فاعمل لايك. انا دلوقتي هجرب الصدر بتاع روستو. عايز بس اوريك كميه الصوصات. هو الصوص نزل على الرز، ففكره ان هو عامل الحوار ده بتاع شيف الشام، فالدنيا لذيذ ان انا لسه احط الصوص دلوقتي. بس نجرب روستو الاول بس كده. فالدنيا روستو لذيذه لحد دلوقتي. شوف بس الفراخ فريش ولا لا. هي انسجه حلوه جدا، وبسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها في روستو. معلقه رز اللي مليان صوصات، نحط عليه الفرخه كده، اوبا اوبا اوبا، خش. هو صدر رايق جدا، تتبيلته هاديه حلوه، فراخ سوري زي ما قال الكتاب اللي احنا متعودين عليه. بس انا عايز اجربها بالتوميه بتاعتهم. نخش كده. تركن بقى انت على جنب كده. تعالى بقى نخش نشوف شيف الشام. ده الصدر اهو، ده منظر الصدر، حجمه حلو قوي. كان نفسي اوزن بصراحه بس للاسف. فبرضه هنشيل الجلد، بس قبل ما نشيل الجلد هنفتح الصوص، نحط الصوص عليه. تعالى كده نصور نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. يلا نقول بسم الله. اوبا، اقسم بالله قلبي بيرقص من الفرحه. دي اتقال لها قله الادب دي. اهو 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 اهو. طب ودي ليه ما معهاش صوص؟ ما هو حط الصوص هنا ونزل تحت. تحسها بس مسلوقه ليه؟ مش عارف، بس هي طعمها لذيذ يعني. هي فراخ شوايه، بس انا عايز اجرب ده بقى. خش بقى بتاع شيف الشام، اتكل على الله. بص المنظر. انا مش هتكلم كتير، انت قول لي رايك ايه. ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ يلا يلا نجرب.
احنا هناخد بقى كده مصور. انا قلبي الصغير لا يتحمل كل هذا الصوص. بسم الله. عشان ما نظلموش وما نظلمش روستو، احنا هناخد لحمه بس عشان نشوف التتبيله. يلا بينا. انا اخترت خلاص يا مصور، هنجربها برضو بالتوميه العاديه زي ما جربناها في بتاعه روستو عشان نقفل الفيديو على كده واقول لك الخلاصه. اقول لك لو انا هروح تاني، هل هروح للمطعم السوري اللي صاحبه سوري ولا هروح للمطعم المصري اللي صاحبه مصري؟ توميه شيف الشام. بسم الله. انا التجربه النهارده جامده. مش فكره بقى مطعم سوري ومطعم سوري، لا، هي فكره اللمسات الفنيه البسيطه. يعني انت ليه كمطعم حاطط لي رز ابيض مصري، مش حاطط لي رز بسمتي؟ يعني دي اول نقطه. تاني نقطه، هي وجبه حلوه بصراحه، مش ما اقدرش برضو اجي عليهم، بس فرق السعر بقى الرهيب ده. يعني فرق بين الفرخ هنا والفرخ هنا 120 جنيه، ودي نص فرخه وده نص فرخه، والدنيا هنا انا حاسس اتقل، والله اتقل. كان نفسي اوزن الموضوع. ف انا مش عارف اقول ايه غير ان انا لو هروح اشتري بصراحه هروح شيف الشام السوري اللي صاحبه مصري. مش ان المطعم السوري، لا، هم كلهم مطاعم سوريه وحلوه وكده، بس فرق السعر برضه هيفرق معايا جدا كعميل. الكواليتي، حجم الفراخ نفسها، لما اخد نص فرخه بالمنظر ده ب 180 جنيه، ولا اروح اخد نص فرخه ب 240 جنيه. فاكتب لي تحت في الكومنت عايزين الفيديو الجاي يبقى مقارنه ايه، لان انا الفتره الجايه هنعمل شويه مقارنات كده حلوه. وقول لي هتروح للمطعم السوري اللي صاحبه سوري ولا المطعم السوري اللي صاحبه مصري؟ انا اخترت ده. شوفوا فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن بيجرب الاماكن كعاملين مش كفود بلوجر. وما تنساش تشوف مقارنه احسن فراخ مشويه في مصر، تعمل سبسكرايب، تعمل كومنت، تعمل لايك، تعمل اي حاجه تشجيع منك هتفرق معايا جدا. هبقى مبسوط يعني لما بلاقي كومنت كده انت كاتبه، حتى لو كلمه بسيطه، انا ببقى مبسوط جدا. عايزين احسن شاورما في مصر. لو عايزيننا نعمل احسن شاورما في مصر سوري، سوري. عبود. فلا، مش عموما، السوري حاجه والمصري حاجه. اه. ماشي، فقول لي في الكومنت نعمل احسن شاورما في مصر، انا دايس يا باشا. سلام.